السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم جيت نشارك معكم هاد القريشلات الحلوين البلديين ديال كنا كنوجدوهم، كلشي تيعرف يوجدهم اولا ديال زمان. اقتصاديين، غادي نوجدوهم بلا زبده وبلا حليب. وكيجيو ما كيجيوش قاصحين فحال اللي كيتباعوا على برا، حيت على برا كيوجدوهم غير بالزيت والماء والزيت، عفوا والسكر، وحنا هنا تنديروا فيهم البيض. على بركه الله غادي ندوزو باش نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الصلاه والسلام على الحبيب مصطفى. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي جيم ومن لي كومونتير. في الحقيقه دوك التعاليق اللي كتكتبوا لي ماشي كتار، ولكن غير هذوك اللي تيكتبوا لي راه تيفرحوني بزاف وكيزيدوا يحفزوني. صافي هنا بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشره باش نتعرفوا على المقادير ونحضروا هاد القريشلات الحلوين. هنايا غادي نحتاجو 2 ديال البيضات، غادي نحتاجو 3 المعالق كبار ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي وما محمرش، معلقه كبيره ديال النافع، عندنا كاس ديال العنبه ديال الماء، كاس العنبه ديال الزيت، وكاس العنبه ديال السكر سنيده. هنا الكاس كيوزن 150 غرام. غادي نحتاجو خماره من فئه 8 غرام، وبالنسبه للدقيق 600 غرام. انايا هنا عبرت 600 غرام ولكن زدت شي شويه، انا غادي نشارك معكم العبار بالتدقيق. هنا غادي ناخذ واحد البول ولا القصريه، المهم اللي بغيتو. غير هنا كاين واحد ضروري ما ديروا واحد هاد الخطوه هادي. المهم خديت هنا مع كاس ديال سنيده، كاس العنبه مع كاس العنبه ديال الماء وقبصه ديال الملح، وغادي نزيد هنا 2 البيضات. قلت لكم الكاس ديال العنبه هنا كيوزن 150 غرام. غادي نخلي لكم المقادير بالتدقيق في صندوق الوصف. غادي نزيد هنا كاس ديال الزيت. والخطوه المهمه اللي خاصكم ديروها واللي غادي توفر عليكم المجهود وغتسهل عليكم المأموريه، وهي خاصنا ناخذ واحد الخلاط كهربائي اولا طراب كهربائي اولا الطراب اليدوي اولا غير بيدينا. المهم نخدموا هاد المكونات كامله اللي حطيت دابا في البول، نخدموهم مزيان مزيان باش من بعد ما تطلقش لينا العجينه الزيت وكتعذبنا وما كتجيش الوصفه ناجحه. ضروري ما نطربوهم مزيان مزيان حتى كتولي عندنا هاد الرغوه. نطربوا بيدينا ولا بالطراب الكهربائي، من الاحسن ديروا الخلاط الكهربائي باش يسهل عليكم الامر. صافي هنا حتى حصلت على هاد الرغوه على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي ولكن ما محمرش، حيت مازال غادي يطيب. معلقه كبيره ديال النافع، وغادي نضيف هنا واحد الخماره من فئه 8 غرام. صافي هنا غادي نخلط وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. انا هنا في الاول كنت عابره 600 غرام ديال الدقيق، ولكن زدت مورا هاد 600 غرام 100 غرام ديال الدقيق. يعني الخليط غيبقى الدقيق على حساب الخليط، على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق. المهم العجينه خاصها تكون متماسكه، ما تكونش مرخوفه، كتكون متماسكه. انا غادي نوريكم القوام ديالها. صافي هنا غادي نجمع العجينه، غير ما غاديش ندلكوها، غير نجمعوا ندخلوا داك الدقيق في هذاك الخليط ديال البيض والسكر والسنيده والماء وصافي. المهم ضروري ما ديروا هذه الخطوه، هو انكم كنعاود ناكد لكم من الاحسن تطربوا المكونات اولا السوائل بالطراب الكهربائي باش تنجح معكم هذه الوصفه، باش ما تطلقش لكم الزيت ملي تكونوا كتخدموا فيها. صافي هنا غير الوقت اولا الجهد اللي غادي نجمع فيه غير الدقيق اولا نجمع فيه العجينه، ما ندلكوها ما والو. هنا غادي نقسم العجين على 2 حيت غادي ندير 2 الانواع، وغادي نغطيهم بورق بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا. هنا كل ما خليناهم يرتاحوا كل ما كيعطيونا الطوع ملي كنكونوا كنخدموا فيهم عفوا. صافي هنا غادي نخليهم يرتاحوا. انا خليتهم تقريبا واحد نص ساعه. تقدروا كاع تخليوهم تعجنوا في الصباح وتوجدوها في العشيه، تعجنوها في الصباح وتقادوهم في العشيه. صافي هنايا خديت واحد الكره الاولى وسرحتها هنايا فوق سطح العمل. بغيتو تفرشوا هذاك الورق الغذائي
وتورقوا فوق منه. ديروا هاد العمليه. انا هنا حيت غادي نشكل حريبلات، هذاك الشيء علاش سرحتها فوق سطح العمل. المهم هنا واخا ما جاونيش مقادين، ولكن انا هنا غادي نصايب، غادي نحاول نتحكم ملي غنبدا نوجدهم حريبلات، غادي نقادهم. هاد الشكل الاول هو اللي غادي ندوزو في الزنجلان. كناخذ العجينه وكنتني على جوج وكنوجد منها حربول صافي، وكنحطو كنحتفظ به وكنستمر بنفس الطريقه. كناخذ العجينه كنلفها على جوج وكنوجد حربول على حساب الصفيحه اللي عندي اللي غندير ندخل الفران. نحاولوا نديروهم في نفس القياس. هنا بعد ما حربلتهم كاملين غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء وغندير معاه سكر سنيده، غادي ندوبهم مزيان وهما باش غادي ندهن هذاك الحربول، وغادي ندوزهم في الزنجلان. الزنجلان ما يكونش محمر، يكون غير مغسول ومنقي. تقدروا ديروا بياض ديال البيض، ودهنوا ببياض ديال البيض. انا دهنت هنا غير بالماء وكيلصقوا كيجيو ناجحين وكيبقى شاد فيهم هذاك الزنجلان صافي. هنا كندير نفس العمليه وكنحطهم في اللاطه اولا في الصفيحه اللي غادي ندخل الفران. كنستف وحده حدا وحده حتى من بعد، وغادي نقطعهم في خطره وحده. كندهن بالماء، الماء خلطته مع شويه ديال السنيده، وكندوز هذاك الحربول في الزنجلان. كيجيو زوينين هادو، كيجيو بنان. مهم تقليديين، قريشلات تقليديين بلديين، ما كاينش محسن منهم. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الحرابل اللي عندي كاملين. غادي نستفهم في اللاطه. هنايا اللاطه انا دهنتها بشويه ديال الزيت. بغيتو تفرشوا ليها الورق الغذائي فرشوه ليها. المهم انا ما فرشتوش ليها، غير دهنتها بشويه ديال الزيت وصافي باش نتفادى تلصق ليا هذوك الكعيكات يلصقوا ليا في اللاطه. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، خديت هذيك القطاعه وبديت كنقطعهم على شكل مربعات صغار. هنا ساهلين دغيا دغيا، ما كياخذوش ليا الوقت. تقدروا تاخذوا ديك القطاعه ديال البيتزا. انا هنا حيت درتهم في اللاطه، يعني بهاد القطاعه جاوني اسهل. نحاول نقطعوهم بحجم واحد، واخا ما كيكونوش مقادين في التقطاع، ولكن راه مهم كيتقطعوا. كنحاول نقطعوهم مربعات متساويين، كنحاولوا صافي. غادي نستمر حتى نقطع الحرابل اللي عندي كاملين. والفران هنايا راه مسخن من قبل، غادي ندخلوهم يطيبوا على درجه حراره مهيله. كنشعل عليهم من الفوق حتى يطيبوا من الفوق، وعاد كنشعل عليهم عفوا كنشعل عليهم من التحت هو الاول حتى كيطيبوا، عاد كنشعل عليهم من الفوق. وقلت كيف ما قلت لكم، ملي كتدخلوا من الفران حاولوا تنقصوا عليهم العافيه. وهنا بالنسبه للشكل الثاني غناخذ هذا الورق الغذائي، وغادي نحاول هنا ضروري ما تستعملوا هذا الورق الغذائي، وغادي نحاول نبسط فيه هذيك الكره على حساب هذاك الورق كامل. انا عبرته في اللاطه وحاولت نبسطها على شكل على حساب هذاك الورق، هذاك المربع، وعلى حساب الصفيحه اللي غادي ندخل الفران. حيت هاد الشكل الثاني غادي نقطعوه على شكل مربعات، يعني غادي نخليه في هاد الورقه باش ما يعذبنيش، وباش دغيا 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 كنوجد هاد القريشلات. هنا غادي نقطعهم مربعات صغار. في الاول غادي نقطعهم على شكل طولي، نحاولوا نقطعوهم على قياس واحد، ومن بعد غادي نعاود نقطعهم من نخالف التقطاع صافي. كيف ما قلت لكم الفران بالنسبه للطياب ديالهم، الفران في الاول كيكون مشعلينه على درجه حراره. المهم في الاول كيكون سخون حتى كيسخن. ملي كندخلوا اللاطه كنقصوا عليه يطيبوا على نار مهيله، كيطيبوا على خاطرهم حتى كيطيبوا من التحت، وكنشعلوا عليهم من الفوق. بعد ما كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين وكيجيو ما كيجيوش قاصحين بزاف بحال اللي كيتباعوا على برا. كيجيو مهم كيجيو رطبين.
وهادو حتى هما كيجيو بحال الصابلي، كيجيو رطبين وهشاش، وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وإلا عجبوكم بطبيعة الحال ما تنسونيش ملي يجيو من التعاليق ديالكم اللي زوينة واللي كتحفزني. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي كنقول لك اشتركي وضغطي على الجرس باش توصلي بالجديد. عواشر مبروكة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، وبسلامة عليكم.